أحد الخطباء يصعد بحضور أحد العلماء العرفاء اللي هو رضوان الله تعالى عليه الشيخ بهجت، يصعد يسولف، تطرق إلى مولاي صاحب العصر والزمان يسولف وتأثرت الناس. قال لهم هسه احنا ما ندري هو وين بيا مكان، ما ندري بيا مكان. يقول من نزل شيخ بهجت حاجة، قال أنت تقول ما ندري بيا مكان، زين هو يا مكان ما موجود بيه هو الإمام. جاي يدقق وتلاحظ أنه الإمام روحي فداه صاحب العصر والزمان، معناه موجود في كل مكان، بس احنا عيوننا عمية. يا عيون، مو هاي العيون، لا عيون القلب او ما نشوفه، ما مطلعين على حقيقته، احنا ما مدورين عليه. هسه انت اذا يضيع هذا موبايلك اذا يضيع هنا بالمجلس تجي تسال فلان وفي معودين موبايلي يبي صوري يبي اسراري يبي كل حوائجي، وتضوج وتنقهر، مو وتظل تسال يوم يومين 3 ايام 4 ايام تسال على موبايلك، موبايلي وين راح؟ بكد واحد شايفه، مو على مستوى موبايل. زين احنا ليش ما يصير عندنا هذا الاصرار بالسؤال على سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وندور عليه؟ هو موجود في كل مكان، هو مطلع. ليش ما انفق من اجل سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان واترك الذنوب والمعاصي؟ اجي احاسب نفسي، اقعد بيني ما بين الله سبحانه وتعالى، اشوف نفسي اصلي لو ما اصلي، يعني اخلي ببالي انه سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان قدامي وموجود بهذا المكان وجاي يراقبني، وصار وقت الصلاة وانا لازم موبايلي وداخل على مواقع التواصل الاجتماعي واباوع سوالف ما انزل الله بها من سلطان، واجا وقت الصلاة وما اقوم اصلي. زين وواقف سيدنا ومولاي صاحب العصر والزمان وينظر اليك يباوع لك، شنو موقفه؟ شنو موقف سيدنا ومولاي صاحب العصر والزمان من عندك انت؟ شو يقول؟ يقول هذا شيعي، هذا متبع لمحمد وآل بيت محمد، مجرد للصلاة ما انفق، حب الموبايل وقاعد له حب السالفة هو وصديقه وما قام بالصلاة. البعض ما يقعد بينه وبين نفسه ويشوف نفسه هو يصلي، ولكن ما يشوف ايش قد مطلوب، ايش قد الايام اللي تركبين هو ما مصلي. اسوي لي برنامج يومي، اخلي مثلا المطلوب انا شهر صلاة الفجر اجي اقضيها، انا مطلوب شهر الظهر العصر واجي اقضي هاي الصلوات. قرآن انا ما فاتحه ما قاري بالبيت، الزم القرآن افتح اقرا قرآن اقرا دعاء، هذا هو اللي يرضي سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وبالدرجة الاولى يرضى الله عز وجل.